السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو. يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 على مرسوم الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص بنسبة 5%، والذي تنتظره فئة عريضة من المجتمع المغربي منذ الإعلان عنه في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الجمعة 9 شتنبر. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس 8 مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسبق أن قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الزيادة في معاشات بقيمة 5%، والتي لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى ولا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى. وكان من المترقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلى أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.